الأهلي يرغب في التعاقد مع اللاعب والمدير الفني يمانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، واهلا بكم حلقة جديدة والكورة مع ديش. في البداية كده، لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي اشترك، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات. ايه الحكاية؟ حكاية محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم طبعا يبدي ترحيبه بالرجوع تاني مرة أخرى للنادي الأهلي في يناير المقبل، وحصل تواصل ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب، وحصل تواصل ما بينه وما بين إدارة النادي الأهلي. إدارة نادي نيس لا تمانع في رحيل محمد عبد المنعم، ولكن المدير الفني بتاعه متمسك بوجوده ورافض رحيل اللاعب، خصوصا ان محمد عبد المنعم يعتبر شارك في 70% من مباريات نيس السيزون دوت. فبالتالي المدير الفني بيبني عليه المرحله الجايه او بيأهله للمرحله الجايه. محمد عبد المنعم متوفر له كل سبل الراحه في نادي نيس الفرنسي، متوفر له السكن بتاعه، المترجم بتاعه. كان في مشكله في شويه في اللغه، اللي هو ما بيعرفش يتكلم فرنساوي، اصبح الناس بيدوا له كورسات فرنساوي عشان خاطر يتأقلم في وسط اللعيبه بتاعته. ولكن محمد عبد المنعم ما ابداش ترحيبه 100% بالرجوع للنادي الاهلي. محمد عبد المنعم سايب الباب موارب، ان الناس متمسكه بيا هنا في نيس، ان المدرب بتاعي متمسك بيا هنا في نيس، النادي الاهلي عايزني في عرض سعودي جاي لمحمد عبد المنعم. طبعا العرض السعودي اداره نادي نيس، لو العرض جاي بصوره رسميه 100%، اداره نادي نيس هتبص للعرض السعودي علشان المقابل المادي بتاعه هيبقى اعلى طبعا من النادي الاهلي. طب النادي الاهلي عايز محمد عبد المنعم بيع نهائي، ان هو يرجعه نهائي ولا يرجعه اعاره؟ الكلام دلوقتي ان هو محمد عبد المنعم مش ممانع ان هو يرجع رجوع نهائي يا يرجع اعاره، ولكن الاقرب اعاره في يناير. طب انت دلوقتي عندك اصلا في لاعب تاني من الدوري المصري، لاعب زد مصطفى العش، وقع مع النادي الاهلي، وقع رغبه مع النادي الاهلي. تمام. عندك دلوقتي اداره النادي الاهلي بتتفاوض مع نادي زد، اللي رئيس نادي زد استاذ نجيب ساويرس ابدى مرونة في الاتفاقات مع النادي الأهلي، وأوصى بكده كل مجلس الإدارة اللي موجود، والمدير التنفيذي كابتن سيف زاهر قال له في مرونة تحصل ما بيننا وما بين النادي الأهلي، عشان خاطر أنت عندك تقريبا نادي زد نص اللعيبة اللي موجودين في نادي زد واخدهم من النادي الأهلي أول ما صعد للدوري الممتاز. فإيه اللي هيتم في موضوع محمد عبد المنعم؟ أنا بشوف إن محمد عبد المنعم لو جه يجي إعارة، أو إحنا لو رجعناه نرجعه الشهر بتاع كأس العالم للأندية، ولكن نسيبه يكمل في الاحتراف. حتى لو جاله عرض السعودي نسيبه يكمل في الاحتراف. دي من وجهة نظري انا. مش اي لاعب بيطلع بره ما يعرفش يتأقلم شهر شهرين ثلاثة. محمد صلاح لما طلع بره يعني ما بقاش محمد صلاح اللي هو يعني حديث العالم دلوقتي في يوم وليله، لا، تعرض لحاجات كتيره جدا، تعرض لضغوط كبيره جدا، طلع من مقاولين على بازل، بعد كده راح تشيلسي. لما راح تشيلسي يعني ما شافش الملعب غير ماتشين تقريبا، وخلاص كل الناس قالت الدوري الانجليزي صعب على محمد صلاح، وكل الناس بدات ان هي تقول لمحمد صلاح شوف مكان تاني، عشان بالفعل انتقل بعد كده للدوري الايطالي. ولما رجع الدوري الانجليزي مره تانيه بقى حديث العالم حوالي 5 6 سنين ورا بعض. حرفيا محمد صلاح من احسن لعيبه في العالم دلوقتي، وهو حديث العالم في الوقت الحالي. عندنا عمر مرموش، عندنا مصطفى محمد، برضه في عروض بتنهال عليه علشان يطلع من النادي بتاعه في فرنسا، نادي نانت الفرنسي. ولكن هنشوف ايه اللي هيتم الفتره اللي جايه. تاني صفقه معانا النهارده ممكن نتكلم فيها، وهي اسامه الادريسي. اسامه الادريسي اللي نادي باتشوكا بيبالغ مبالغه كبيره جدا في المطلب او المطالب الماليه بتاعته. ان هو بيتكلم دلوقتي انت عايزه يا اهلي خده مفيش مشكله، اعاره لمده سنه ونص او اشتريه لمده سنه ونص، المبلغ المالي سواء للاعاره او سواء للشراء 5 مليون يورو. طيب انا دلوقتي اسامه الادريسي لاعب عنده 28 سنه، 29 سنة، أي نعم هو من أفضل، يعني هو بالنسبة لسنه هو في مركزه من أفضل يعني إيه اللعيبة اللي موجودة اللي أنت ممكن تتعاقد معاها. ولكن بالنسبة للراتب بتاعه، الراتب بتاعه هناك بيقبض في نادي باتشوكا حوالي 600 ألف دولار. أنت يعني عندك أقل من اللعيبة بتقبض اللي عندك في النادي الأهلي. ولكن هو لما يجي، هل أنت هتراضيه ماديا؟ لازم أنت ترفع المقابل المادي بتاعه أو الأجر بتاعه هو اللي هو الراتب بتاعه، علشان خاطر الراجل ينضم ليه، خصوصا إن في أندية تاني في الدوري المكسيكي برضه عايزة أسامة الإدريسي. ولكن اللاعب بدأ المفاوضات معاه في الدوري المكسيكي مع الأندية اللي كان في نادي عايز يتفاوض مع اللاعب. طلع رئيس مجلس الإدارة بتاعه قال إن التفاوضات مع اللاعب توقفت عشان في عروض تانية جاية للاعب، واللاعب بيحاول إن هو يدرس كل العروض اللي جاية له. كل العروض اللي جاية له يعني هي على رأسها عرض النادي الأهلي. في عرض رسمي راح لأسامة الإدريسي من النادي الأهلي علشان خاطر اللاعب ينضم لكتيبة النادي الأهلي من أول يناير. النادي الأهلي عايزه من أول يناير، خصوصا كمان
عشان يتأقلم على الفريق مش هيبقى فيه صعوبة، لأن أسامة الإدريسي بيجيد التحدث باللغة العربية لأن هو عربي، هو لاعب مغربي. عندك في الفريق في يحيى عطية الله، في أشرف داري، في رضا سليم، ففي لعيبة مغاربة معانا في الفريق. فعملية تأقلم أسامة الإدريسي في الفريق مش هتاخد وقت، يعني هي مش هتبقى صعبة. هو مش رايح دوري أجنبي، مش رايح دوري غير الدوري الامريكي مثلا، الكلام ده كله، او الدوري المكسيكي او الكلام ده كله، علشان خاطر ايه؟ يبدا يلاقي فيه صعوبه في التعامل او في التاقلم. لا، ده هو جاي نادي عربي، نادي فيه لعيبه مغاربه، هو عارف يعني ايه النادي الاهلي المصري. وخصوصا برضو ان الاهلي المصري هيشارك في كاس العالم للانديه، وبالفعل باتشوكا هو كمان هيشارك في كاس العالم للانديه. ولكن اللاعب اصلا فاضل في عقده، يعني يقال الفترة اللي فاتت دي كلها إن عقد يوسف الإدريسي، أسامة الإدريسي مع باتشوكا هينتهي الموسم اللي جاي. يعني هو من حقه يوقع لأي لاعب، لأي نادي في يناير. فأنت لو أنت صبرت عليه في الآخر تمام تعرف تجيبه في شهر 6. لكن أنت عايزه من دلوقتي، باتشوكا بيقول لك ادفع 5 مليون يورو. فأنت بقى شوف أنت وحظك، عايز تجيبه دلوقتي ماشي، عايز تجيبه بقى إيه كمان 6 شهور ماشي، عايز تجيبه في كأس العالم ماشي. ولكن بشوف إن هو عشان يجي لك أنت في كأس العالم، عشان يلعب معاك كاس العالم بس، طب ما يقول لك ممكن يقوم جاي قايل طب ما باتشوكا الفريق اللي انا طالع منه اصلا، واخد معاه إيه تاني كاس انتر كونتيننتال، طب ما اكمل معاه الشهر ده وبعد كده ايه اعاره استثنائيه عادي، وبعد كده ابقى اشوف حالي بقى فري خالص، لان باتشوكا مشارك في كاس العالم. فايه اللي هيتم الفتره الجايه الله اعلم. اخر موضوع معايا بقى النهارده، جودوين شيكا على اعتاب نادي الزمالك. طبعا بعد تالق جودوين شيكا امام الزمالك في ماتش طلائع الجيش، وكان هو نجم المباراه وفعلا احسن لاعب في المباراه، جروس اوصى مسؤولي نادي الزمالك ان هم يبداوا يشوفوا ايه اللي يتم مع اللاعب، عشان انا محتاج اللاعب. شايف ان اللاعب هيفيده اكتر من اللعيبه اللي عنده، شايف ان اللاعب سنه صغير، اللاعب مهاري، لاعب قوه جسمانيه كويسه ما شاء الله عليه، سريع، بص يعني ايه، واحد على واحد ما يتخافش منه، بيعمل كل اللي انت عايز تعمله تمام. فهو اللاعب على رادار النادي الزمالك. مستر بروس معجب قوي بقدرات اللاعب، هيبدا بعد كده يشوف بقى طب نجيبه اعاره، طب نجيبه شراء، طب نجيبه، طب احنا اصلا علينا فلوس للعيبه، في مستحقات، في ازمه تجديد زيزو اللي طولت قوي بصراحه، بس ما علينا يعني. فاحنا دلوقتي هنبدا نشوف الفتره الجايه جودوين شيكا والزمالك. طلائع الجيش هيوافق ولا مش هيوافق؟ ده اللي احنا هنشوفه في الفتره اللي جايه. اخواتي وحبايبي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقه تكون عجبتك، ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك، واستنوني بالليل بعد ماتش الاهلي والمصري. السلام عليكم.